اخيرا جبت المايك اللي كان نفسي فيه، هولي لاند لارك ام 2. والمايك مكون من العلبه دي، لو فتحتها كده هتلاقي فيه قطعه للكاميرا ومايكين، واحد انا بسجل بيه حاليا وده التاني. ده حجم المايك زي ما انتم شايفين كده قد الجنيه الفضه بالظبط، والعلبه شكلها تحفه الصراحه. وبيجي معاه سلك اي يو اكس علشان لو هتوصله بالكاميرا، اتنين ريسيفر، قطعه يو اس بي سي للاندرويد وقطعه لايتنينج للايفون، وقطعتين ديت كات علشان لو بتصور في حته فيها هواء او في الشارع، وواصله يو اس بي علشان تشحن بيها المايكات من الفتحه دي. المايك جاي ومعاه اتنين من كل حاجه، يعني في مشبكين اهم كمان ممكن تحطه هنا كده لو انت لابس تيشيرت او قميص، وفي ماجنتيك كده ممكن المايك يلزق فيه بكل سهوله عادي، مفيش في اي مشكله خالص. لو ما تعرفش دول ايه، فدول زي سلسله طبعا بتضايق وتوسعها زي ما انت عايز، تلبسها كده وتعلق فيها المايك بالشكل ده. والجميل هنا بقى الاستيكرات دي، زي ما انتم شايفين كده، دي استيكرات على قد المايك بالظبط. ممكن مثلا تاخد الشكل السمايل ده تلزقه هنا، او مثلا لابس شيرت اسود فناخد اللون الاسود ده نلزقه هنا كده، مثلا نلزق الاستيكر هنا كده كده 100 100. المايك ده فيه خاصيه انا مستخدمها من اول الفيديو، وهي النويز كانسليشن. يعني اسمع معايا كده، ده صوت المايك عادي وفيه نويز او دوشه حواليا، يعني مثلا صوت المروحه وصوت الكمبيوتر، ولو ضغطنا على الزرار ده يعزل كل الاصوات اللي حواليك، مفيش غير صوتك بس هو اللي ظاهر كده. واكيد شفتوا الفرق. المايك ده عامل قلبان على السوشيال ميديا بقاله فتره، ومن احسن المايكات اللي موجوده في السوق حاليا كقيمه مقابل سعر.